السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ أنا ديجا وجدي ودي قناتي سهلة وبسيطة. إن شاء الله النهاردة هنقدم طريقة الكاتشب بكل سهولة في البيت. دي معانا اهو كيلو من الطماطم لونها طبعا أحمر ومستوي. معانا كمان نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من الثوم الباودر، نص معلقة من الملح، ومعلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من النشا، ربع كوباية مية، نص كوباية خل، ونص كوباية سكر. وهكتب كل المقادير في صندوق الوصفة لو انتوا مش هتلحقوا تكتبوا أو تلحقوا تحفظوا المقادير بالضبط، هاكتبها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله، وكلها حاجات سهلة ومن البيت. وكمان لو مش متوفر عندنا توم باودر في البيت، ممكن إن إحنا نستخدم مكانه فص توم بس يكون مفروم كويس، برضه هيبقى شغال وتمام وما فيش مشكلة فيه خالص. لو أنتِ حاباها تكون spicy أو تبقى حراقة ممكن تحطي شطة، ده برضه حسب الاختيار وحسب المزاج. أول حاجة بنعملها إن إحنا بنجيب الحلة اللي هنعمل فيها الكاتشب، وبنقطّع الطماطم أي قطع كده زي ما إحنا عاوزين، أي شكل، ممكن أنصاص، ممكن إربع، يعني إربع، أي حاجة أنتِ تحبي تقطّعيها بأي شكل عادي جدًا. عايزين بقى هنحط عليها ربع كوباية المَيّة ونسيبها على النار تسرد المَيّة بتاعتها كلّها وتتسلق، ونلاقي القشرة فصلت عن اللحم بتاع الطماطم. من بعدها بقى هنشوف هنعمل إيه. طبعًا أهي أدينا كده قطّعنا كل كمية الطماطم اللي كانت عندنا، حطينا عليها المَيّة، هنرفعها بقى على النار لحد ما توصل لدرجة السلق المضبوط، إن هي تبقى خلاص جابت كل المَيّة اللي فيها وقشرتها اتفصلت عن القلب بتاعها. طبعًا أهم حاجة نذكر الله في كل حاجة بنعملها سواء في البيت أو سواء في المطبخ، ربنا بييسرها لنا بإذن الله، وبتبقى كمان طعمها حلو وبتضبط وبتبقى زي الفل. هنا أهي خلاص كانت اتسلقت وسردت المَيّة بتاعتها، ممكن تستني عليها تبرد وبعد كده تضربيها في الخلاط لو الخلاط ما ينفعش إن هو يبقى فيه حاجة سخنة، أو إن أنتِ تضربيها بالهاند بلندر عادي برضه، ده أو ده زي ما أنتِ حُرة. أنا هنا ضربتها بالهاند بلندر، وكنت ساعتها باعمل أكل تاني فسِبتها على جنب لحد ما بردت خالص، فهنا كانت already بردت. ممكن أنتِ تعمليها سخنة عادي لو يعني ضربتيها سخنة وعايزة تصفّيها سخنة برضه ما فيش مشكلة. هنصفّيها بقى كويس جدًا، نفصل كل البذر بتاعها والقشر عن المَيّة بتاعتها، علشان يبقى كاتشب مضبوط وقوامه حلو وما يكونش فيه أي شوائب أو أي قشر أو بذر أو أي تكتلات. طبعًا ده إحنا بقى عايزين نعمله زي كاتشب الشركات بالضبط، ويبقى نفس القوام المضبوط. فدي أهم حاجة إن إحنا نصفّيه كويس جدًا. طيب خلاص اتصفّى وتمام، هنحط بقى نُص كوباية الخل ونُص كوباية السكر، وهنحط كمان البهارات اللي إحنا جهّزناها وهنرفعه تاني على النار. ناخد بالنا بقى لإن هي فاضل لها حاجة بسيطة وهنلاقيها هتبدأ تبقبق كده وتتقل وتغلي، فإحنا هنسيبها هناك شوية. قدامنا بقى أهي معلقة النشا. طبعًا مستحيل إن إحنا نحط النشا زي ما هي كده على أي حاجة، لازم بندوبها في شوية مَيّة الأول علشان ما تكلكعش والحاجة تبوظ مننا. فدي معلقة النشا أنا دوبتها في يعني في مش أقل من ربع كوباية المَيّة، يعني حاجة كده حبة مَيّة صغيرين أوي، يا دوبك دابوا. أول ما لقيت الكاتشب بدأ يغلي أهو زي ما أنتم شايفين، هننزل على طول بالنشا ونقلب بسرعة علشان ما يكلكعش مننا على النار. وهنلاقي بقى خلاص هو أصلًا من قبل كمان ما أنتِ تحطي النشا هيبقى أصلًا القوام معاكِ مضبوط، يعني بيبقى ما شاء الله تحفة. فأهو كده خلاص تمام، كده المفروض إن الكاتشب بتاعنا خلص وكل مكوناته سهلة، كلها ملح وفلفل وتوم باودر وشوية خل وسكر، يعني ما فيش أسهل من كده. والبابريكا كمان برضه ممكن تستغني عنها لو مش في البيت عادي، ما فيش أي مشكلة خالص، يعني كل حاجته سهلة وهتلاقيه أوفر من الجاهز وأحلى وأنضف ويعني كله مميزات. هنا خلاص بقى أنا استنيته يبرد عشان نحطه. ممكن تحطيه عندك في برطمانات إزاز تكون معقمة ونضيفة أهم حاجة وناشفة، يا إما نحطه في أزايز الكاتشب اللي هي بتتباع في السوبر ماركت أو في الأدوات المنزلية دي. أنا كنت عايزة يعني أفضيه في العلبة دي بس عشان شكل الفيديو، لكن عادي ممكن تحطيه في برطمان إزاز ما فيش مشكلة. هنا مَلَى عندي الإزازة كلها أهي خلاص، واتبقى كمان حبة عندي في الحلة مَلُوا السلطانية الصغيرة دي. طبعًا هنخلّص السلطانية الأول وبعد كده نبقى نفتح الإزازة المقفولة اللي هناك. طبعًا لو كانت الكمية أكبر من كده، الإزازة دي كبيرة على فكرة، إزازة الكاتشب دي كبيرة،
ممكن تشيليه في التلاجة عادي وما تقلقيش مش هيبوظ، لإن أصلًا فيه سُكّر والسُكّر مادة حافظة، بيبقى تحفة على البطاطس الكريسبي اللي هي الfrench fries بتبقى تحفة على البانيه، بيبقى تحفة على البرجر، على حاجات كتيرة أوي الكاتشب بيبقى فيها تحفة يعني. فجرّبيها إن شاء الله، الوصفة سهلة وبسيطة جدًا ما فيهاش أي حاجة، وكمان طريقة البطاطس الكريسبي هتلاقوها عندي في القناة، إن شاء الله أبقى باقدّم أي معلومة مفيدة ليكم، ولو وصلتِ لحد هنا بجد باشكرِك جدًا، ما تنسيش تعملي subscribe للقناة، وبالمناسبة أنا عاملة group على الفيسبوك اسمه إحنا ستات مطابخ اليوتيوب والتيك توك، لو حابة إن أنتِ تنضمي لينا بجد هتنوريني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.